البارحه داز شخص من عندكم من قناتكم، ما اعرف انتم قناتكم رياضيه لو سياسيه، واقف بالملعب. نحن الان في حدث وننتظر القاء القبض، ما اعرف والله. يعني انتم اليوم برنامجكم رياضي سياسي، لو انتم بس تحبون يعني التشهير باللاعب، لو تحبون التشهير بالشخص، انتم مكان مثلا ما تتلافون الموضوع ويصير ما حصل، لا حصل اعتداء، لا صار الشكاوي، لا صار اي شيء، موضوع انتهى بالملعب زين، ونحل الموضوع. والرجل طلع حكى وهو نفس الحكم والده صاحب فضل عليه بال 2006. ابوه المتوفي اخذني وياه بسياره، رحت التحقت بالمنتخب الاولمبي، وتذكرنا وصار كلام وضحك. الموضوع ترتوه اعلاميا ما له داعي. زين اسالك سؤال، انت وغيرك من الاعلاميين ما فكرتوا؟ انا عندي عائله، عندي اولاد، انا والدتي البارحه بالمستشفى سمعت اعتقال، جاب كره القدم على كلمه الاعتقال. الاخوان اللي قاعدين اتمنى يجاوبون. قرار انت اليوم اسمعني خليني اكمل، لا تقاطعني، انا مريض وراسي يوجعني رجاء. انت اليوم بالبرنامج وصل خبر لعائلتك علي نوري تم اعتقاله، التليفونات راح تدق عليه، اهلك، عائلتك، اولادك، زوجتك، انتم ثرت الموضوع على شنو الاعتقال؟ انا بس بدي افتهم. حاله اي دوريات بالعالم تصير اعتراض الحكام على اللاعبين. طيب. اعتراض، انتم عفتوا الهوشه كلها بالملعب، اللاعبين طبوا ودفعوا الحكم، اللاعبين طبوا وسووا وضربوا الحكم، صار الدنيا انقلبت بالملعب. انت اجيت ركزت على الحكم، هو اللي افتعل المشكله، هو اللي اجت قصدنا قريب على المصطبه مال فريق النجف. احنا في ضغط، حقنا ماكول بالمباراه، انت تقول لي مو جزاء. اخي يا قانون مو جزاء، يا لجنه اللي اجتمعت، لا تخلينا نحكي ونطلع مقارنه على الاتفاقات اللي كملت كلامك انت يا اخي. احنا كنا نلعب مباريات قبل مباراه الكهرباء، الحكام اللي جاني ابو الفار يقول له هدف النجف صحيح، يقول له لا اكو تدخل. شنو التدخل؟ قلت له قل لي اوف سايد، اللاعب موجود، لا الحارس. يعني وصلت مرحله احنا قمنا نطلع من طورنا بسبب هذا التحكيم. نحن ناس بتحمل مسؤوليه. انا بالنسبه لي اجيت النادي النجف هو مركز 19، لا انا جبت لاعب ولا انا تعاقدت ويا لاعب ولا انا اعرف اللاعبين من جابهم، هي الاداره اللي كانت موجوده برئاسه هاتف شمران والبقيه. يعني ما تطلع عن دور المباراه، بس اريد اقول تحملنا هاي المسؤوليه زين. بس بنفس الوقت يعني انا اجى الحكم يلا كان ما يقطع الحكم يمو ذبحني، يمو خلالي امل